5 أعراض لو دكتور الجهاز الهضمي شافهم عندك لازم يطلب لك منظار. تابعني للنهاية عشان تعرف الأعراض دي. دكتور أحمد جلال، دكتوراه أمراض البطنة جامعة الإسكندرية، عضو وزميل الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمي. لو حاسس إن الأكل بيقف في زورك أو في صدرك وأنت بتبلع أو في ألم مع البلع لازم منظار. النقطة الثانية، فقدان الوزن غير المبرر. لو بتخس بسرعة وبشكل ملحوظ من غير دايت أو مجهود دي علامة لازم نقف عندها. النقطة الثالثة، أنيميا ونقص حديد. لو عندك أنيميا نقص حديد مزمنة والسبب مش واضح، المنظار هو اللي هيقول لنا إيه السبب وفين المنطقة اللي بتنزف. النقطة الرابعة، القيء المستمر أو الدموي. القيء المتكرر اللي مش بيستجيب للعلاج أو ظهور دم لا قدر الله في القيء أو تغير لون البراز للأسود يبقى لازم منظار. النقطة الخامسة، الحموضة المزمنة وخصوصا بعد سن ال40. لو عندك حموضة أو ارتجاع مريء بقاله سنين أو بدأ معاك بعد سن ال40 لازم نطمن على حالة الغشاء المخاطي. المنظار دلوقتي بقى إجراء بسيط بياخد دقايق بدون ألم تماما بفضل التخدير الحديث، لكن بيفرق كتير جدا في التشخيص المبكر والعلاج الصح. لو عندك أي عرض من الأعراض دي شرفنا في المركز عشان تطمن. اتشخص صح عشان تتعالج صح.